مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده في عالم الراكت. خلونا النهارده نتعرف ونتشرف بلاعب الراكت العالمي الاسطوره الماجيكو كابتن وائل. خلونا نرحب بيه. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا كابتن، اهلا بيك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب بالصحه والسلامه. انت منورنا النهارده في شاطئ البروفاج. الله حضرتك منوره الدنيا والله، الله يخليك، الله يبارك فيك. ربنا يخليك. عايزين نعرف بس يا كوتش منك، انت بتلعب بقالك قد ايه راكت؟ لا انا بلعب من 35 سنه. 35؟ انا اصلا من سيري جابر. طبعا سيري جابر دي مدرسه لوحدها. يعني كان عندنا الحاج ناصر ده هو اللي معلمنا، الله يرحمه والله يرحمه. لم يتعلمها عن طريق عن الاجانب اليونان. حلو. فاهم، وهم اللي علموه. وهو مطلع اجيال. سيري جابر دي معروفه، يعني لو تسالي مدرسه لوحدها تختلف عن كل المدارس. تمام. والحمد لله انا بقى العب مع كل المدارس لحد ما الحمد لله بفضل من ربنا طلعت للمستوى اللي انا فيه. ده عشان انت بس مجتهد يا كوتش. الله يخليك يا كابتن، ده فضل من عند ربنا. بس انا اقول لك حاجه، هو المجتهد عموما مش بمهارته قد ما هي لو نيته صافيه فبيوصل. والله بص، هي اللعبه دي يعني سبحان الله غير اي لعبه تانية. تمام. ليه؟ لان اللعبه دي بتخليك انت بتلعبي اللي قدامك عايزه تبسطيه، مش داخله تضربيه. يعني التنس انا عايز اكسب فلان، البينج بونج كذا، الكوره كذا. انما الراكت لا، ده انا بدي اللي بلعب معاه الكوره عشان يلاقيها في منتهى السلاسه وينبسط ويطلع اللي عنده. لان هي اللعبه دي بتطلع الطاقه وبتطلع ضغط الاسبوع وضغط الدنيا والحياه. وبس هو ده كل المرجو من اللعبه. سؤالي ليك بقى يا كابتن، بما اني يعني مش بشوفك كتير وعلى طول كده بشوفك في مجموعات وبعيده في اجواء يعني مثلا مختلفه عن المكان اللي احنا بنلعب فيه دايما. انا النهارده اول مره اشوفك في شاطئ البروفاج. السؤال يعني هنا يعني ليه اكتر مكان بتحب تلعب فيه اللي هو في مكان انتونيادس يعني، او ليك كمان فرقه معينه او جروب معين بتلعب معاه بس انت موحد اللعبه؟ ليه مش منتشر ومش بشوفك كتير مع اجواء الراكت؟ لا بالعكس والله، انا بلعب في كل حته. يعني انا كل ما حد بيطلب مثلا ما اقدرش ارفض له طلب. انما انا بلعب في كل حته، بلعب في انطونيادس وبلعب في ستانلي وبلعب في السرايا وبلعب في الطاحونه وبلعب في وانلي وبلعب عند الشيراتون وبلعب في المنتزه. لا انا بلعب في بحري، انا ما خليتش حته ما العبش فيها. بس المكان المفضل اللي انا بشوفك فيه على طول هو انطونيادس فعلا، مع كابتن الواقع وباقي اللعيبه. كابتن محمد الواقع اللي هو ابو تريكه اصلا، ده لعيبه من اللعيبه اللي ما تتعوضش. فانا ما كنتش العب مع لعيبه زي ديت عشان كمان انا من حقي ان انا انبسط زي ما ببسط الناس. برضو في وقت عايز العب مع ناس لعيبه عشان خاطر اطلع اللي عندي. زي ما انا بخلي الناس تطلع اللي عندها، انا برضو محتاج ان انا اعيش المود دوت. بس احنا محتاجين نشوفك اصلا الفتره اللي جايه باذن الله في شاطئ البروفاج. تمام. قبل ما ننهي الحلقه تحب تقول ايه لحبايبنا اصحاب الراكت كلهم؟ والله انا في الاول بشكرك على اللقاء الجميل ده، وبصراحه ما تتصوريش انا متشرف بيه ازاي. وكل الناس بتاعت الراكت كلها اصحابنا وزمايلنا والحمد لله يعني احنا في اي حته مع الناس كلها قلبا وقالبا يعني. وكل سنه وانت طيبه، ومتشكر على اللقاء الجميل ده. انا متشرفت بيك جدا. ودلوقتي حالا هنعمل ماتش انا وانت وكابتن مهاب، وان شاء الله يعجب الناس. وبجد انا مبسوطه ان انا بعمل معاك لقاء وهلعب معاك. تمام. وان شاء الله اشوفك في كتير في شاطئ البروفاج الايام اللي جايه باذن الله. شكرا ليك يا كوتش. شكرا يا كابتن، شكرا يا كابتن. تعالوا بقى معانا حالا نحضر احلى مباراه راكت مع كابتن وائل. تمام. وقولوا لي رايكم في الكومنتات. سيو. خلوني ابتدي كلامي الاول بتحياتي للكابتن الماجيكو اللي لاول مره العب معاه، والكابتن مهاب واللي تقريبا بيلعب معايا في ماتشات كتير. الصراحه مش عارفه ابتدي منين من كتر ما الماتش مظبوط والكور كلها في الاستريت. ده حتى الكور اللي بتتعوج والمتوقع انها تقع او تبوظ الماجيكو بيظبطها ويرجعها لك برضه في المظبوط. بجد الماتش مش طبيعي وبجد فوق الممتاز. انا مش بتكلم عن تفوقي او بقول اني جامده، لكن الماتش بصراحه بيتكلم عن نفسه، واكيد انتوا شايفين. واللي في الاول وفي الاخر اللي هيكون فيه السبب هو كابتن الماجيكو طبعا. والصراحه بقالي فتره كبيره ما لعبتش ماتش جامد كده. الله عليك يا ماجيكو، بجد تستاهل كل الشكر والتقدير والاحترام. على قد ما انا اول مره العب مع الماجيكو، وعلى قد كمان اني لما بلعب مع اي كابتن لاول مره ما بطلعش اداء يستحق او اللي متوقع من مجهودي، على قد اني متفاجئه ومبهوره جدا بلعبي في الماتش ده تحديدا. مش عارفه بقى السبب بيكون في اللي بيلعب معايا او الاجواء المختلفه، او حتى ممكن تكون انت نفسيا مش جاهز. ايوه، ما هي كل دي اسباب، بس احنا ما بنعرفش نحس ده الا لما بننزل ماتش سواء كان جامد او واقع. يعني اللي انا عايزه اقوله هنا، الاجواء المحيطه بيك هي ليها عامل كبير جدا في ان الماتش بتاعك ينجح او يفشل. وكمان اللعيبه اللي انت بتلعب معاهم لو مرتاح لهم هتلعب معاهم بتفوق، ولو العكس طبعا انتوا عارفين الماتش هيقع. اصل هي كيمياء مش بالحفظ. بس كل اللي انا عارفاه وعايزه اوصله لكم بجد اني كنت مبسوطه جدا في الماتش ده، ولعبت لعب انا لاول مره بلعبه. والاهم بقى من كل ده اني قدرت اوصل مجهودي للي قدامي واحسسه انك ما تعبتش معايا على الفاضي. يعني مش مجرد انك بتلعب معايا عشان تراضيني بس، بالعكس لازم تخلي اللي قدامك على قد ما
ما تقدر انه يقتنع بيك وبلعبك وبمجهودك وفنياتك، عشان ساعتها تحس ان وقتك كله اللي قدمته في لعب الراكت ما راحش من باب الترفيه بس وخلاص، لا ده كمان جاب نتيجه. الموضوع هنا كلاعيبه راكت بيختلف من شخص لشخص، يعني في ناس بتلعب بس من باب تضييع الوقت وخلاص، وناس ما بتلعبش اصلا بس بيجوا بس عشان يتفرجوا ويشجعوا وبيحبوا اجواء الراكت، وناس بتلعب من باب انها تخرج كل السلبيات اللي مرت بيها على مدار الاسبوع، وناس بتلعب عشان هي حابه تلعب بجد. وفي كلا الحالات وفي كل الشخصيات كلهم يحترموا طبعا، عشان لو في الاول وفي الاخر لعب الراكت هيجمعنا بالحب والاحتواء، يبقى اكيد هنا لعبه الراكت مهمه لينا كلنا. فيا ريت تشاركوني ونكبر الحب والروح الرياضيه دي بينا اكتر واكتر، وده هيكون باخلاقكم الطيبه اكيد. ولو في ايدك انك ترسم ابتسامه على وش كل لاعب اعمل كده بكل حب وما تترددش، يعني بلاش تعمل فرق بينك وبين الاقل منك في اللعب، من الاخر خليك خلوق عشان تفضل محبوب، ودايما اسمع نصيحة اللي قدامك عشان اكيد هو عدى بمراحل خطأك دي قبليه، فبلاش تبصلها من زاوية انه عايز يشوف نفسه عليك. صف نيتك صح عشان تعرف تشوف كل اللي حواليك صح، واللي مش جاي على سكتك مش مطلوب منك تقبله غصب عنك، لكن تقدر تنسحب وتبعد بهدوء وبكل شياكة، لان اكيد مش كلنا زي بعض لا في اخلاقنا ولا في شخصياتنا. لا بس اللعب طالع مع المشجو جامد اهو. انتوا عارفين ايه اهم سر عشان تمثلوا بعضيكم بكفاءة في الكاريه؟ هو ان اللي بيوزع يوزع اولا بالتساوي عشان اللي جنبك ما يزهقش او يحس ان مفضل اللي جنبك عليك، فبالتالي لو وصل لك الاحساس ده هتلعب وحش حتى لو انت لعيب. وكمان لازم يلعب بالحب وهو يكون اصلا مبسوط مش من باب انه يراضيك، والاهم بقى انه يكون قدر يحفظ طريقة لعبك من اول 5 دقايق تست ليه، ساعتها اللعب كله هيبقى في المظبوط. اسمع مني بس خد بالك ما ترميش الحمل على اللي بيلعبك لوحده، ها انت كمان لازم تجتهد معاه عشان كلكم تقدروا تحسوا بالفرق ده. طبعا كابتن مهاب اهم ميزه فيه ان طرياته كلها رمي زي ما انتم شايفين، يعني لو هو اللي بيوزع هيريح اللي قدامه ومش هيتعبه، فبالتالي اللي قدامه هياخد على كده ومش هيتحرك اصلا من مكانه، ودي بقى كده مش هتبقى ميزه للي بيلعب قدامه، ده غير انه هيفضل متعود على كده، وده طبعا مش صح. كابتن مهاب فرق التغيير واضح على ما اعتقد، يعني نقدر نقول كده انه مجتهد لانه طور من نفسه واللي جاي اكيد احسن. اما بالنسبه لي بقى فانا شايفه اني طول ما انا بلعب وبسمع كومنتات على اخطائي هستفاد منها لاني هعدل فيها وقتي من غير نقاش، والحمد لله بفضل الله مستواي راح في حته ثانيه من ساعه تحديدا ما لعبت مع جروبات مختلفه وطلعت بقى بره حبسه انك تلعب مع جروب واحد بس، وبرده لسه اللي جاي احسن بفضل الله. بجد تسلم ايدك يا كوتش. انا شكلي كده طول الحلقه هشكر كابتن المجد، بس بصراحه يستاهل. يا ريت بقى تشرفوني بكومنت شيك زيكم كده عن احوال الماتش اللي انتوا شايفينه ده، واشتركوا عندي في التشانل عشان يوصلكم كل جديد من اي جديد. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الماتش، هسيبكم بقى تكملوا الماتش للنهايه، اشوفكم في ماتش جديد وكوتش جديد. ثانك يو فور واتشنج. كملوا الماتش للنهايه، شايفاكم انا ها.